السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. كان ابن عمتي مولع في القش بره في مكان ارض الرز، وانا جايه وحاسه ان انا هلاقي حاجه في الطيور بتاعتي هنا. انا لسه ما فتحتش الاوضه الثانيه اللي الدخانه كانت داخله فيها مباشر، ما اعرفش هي هيبقى فيها حاجه فيها طيور مأذيه او فيها طيور ميته، لان الدخانه كانت صعبه جدا جدا. فانا كنت في السوق، وعلى ما جيت وخلصت شغلي الدخانه كانت دخلت على الطيور، فانا مش عارفه هل هيبقى في حاجه او هيبقى في مشكله هنا، الله اعلم. لسه ما اعرفش هل هيبقى في حاجه. في فرخ نايم على الارض هناك اهوت، الله اعلم بقى ايه دنيته، ميت ولا صاحي ولا ايه بالظبط، لان المكان كانت الدخانه داخله فيه صعبه جدا جدا. هو مات اهو، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله انا جيت على قد كده، ربنا يسترها معايا ومعاكم يا رب ان شاء الله. هو كان فرخ مات اهوت، فرخ برقبان بلدي هاجين اهوت، بس الحمد لله الباقي فيهم يعني مش فيهم حاجه، بس في طشمه اهيت لان الدخانه كانت صعبه جدا جدا. يعني بنت عمي هي متجوزه ابن عمتي، فانا بقول لها الدخانه داخله صعبه على الطيور، قالت لي ده بتعقم الطيور عشان في تسمم ايه في الجو. تسمم ايه بقى؟ انا دخلت لقيت فرخ ميت اهوت، وفي فراخ منهم بتعطس. يعني انا دخلت، انا عملت حسابي قبل ما اجي، عملت لهم وصفه جميله جدا جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. بس نعلف الفراخ اللي بره الاول كده ونشوف دنيتنا. تعالوا تعالوا، انا جايبه لكم الاكل معايا اهو. تعالوا، الباب اتقفل عليا ولا ايه؟ انتوا طلعتوا وقفلتوا الباب؟ الباب اتقفل من بره. طب اتقفل ازاي بقى وانا مفيش حد معايا هنا في البيت؟ تعالوا تعالوا حبايبي، تعالوا هنا. فانا جايبه لهم بقى النهارده حبايب قلبي، جايبه لهم وجبه جميله جدا جدا، هما بيستنوها زي الطور الكبير. يعني قعدوا بيبعزقوا العلف، نزل بس اللي على دماغي كده، قعدوا بيبعزقوا العلف وبيستنوا الاكل اللي انا بجيبه لهم ده. انا جايبه لهم الرز من اكل البيت اهوت، هرس فايض من اكل البيت، وجايبه لهم كميه من الخضار، سريس على كرات مصري على جرجير، التنظيف بتاع الخضار. انا جايبه له الطيور بتاعتي عشان ياكلوا منه، بسم الله ما شاء الله بيحبوا الخضره جدا جدا. انا مطلوب مني اوردر 10 فرخات، اللي طالبه 10 فراخ النوبادي اناتي، رغم انها تاكلهم بس عايزه اناتي. وانا المشكله عندي ما بحبش ازعل حد، وفي نفس الوقت انا مربيه الاناتي دي عشان اربيها للبيض، فمش عارفه اتصرف ازاي دلوقتي. هي عايزه 10 اناتي، فحاول ان انا اجمع لها 10 برابر. بس والله انا يعز عليا ان انا ابيع برابر، لان انا فعلا هي الكميه مش كبيره، ممكن يكونوا 20 30 في الحدود دي، فانا مش عايزه ابيع منهم خالص. بس ما بقدرش ازعل حد مني، المشكله ان انا بتحرج ان انا ازعل حد مني. هنجيب بس الفراخ اللي بره الاول كده. عدوا عدوا، انتوا ماشيين تتفسحوا؟ تدخلوا يلا الحقوا لكم حاجه، الحقوا لكم شويه خضره. فهي عايزه بقى الفرخه كيلو، فانا هنقلها الفراخ الشارده تطلع كيلو كيلو وربع، تطلع زي ما تطلع، هم لسه صغيرين فما فيش مشكله. يعني في نفس الوقت هو قرش هيجي اجيب بيه علف لغيره، فما فيش مشكله خالص. فانا هنقلها 10 فرخات وادهم لها، بما ان انا عندي دفعه تانية هنا موجوده هنا وفيها برضو برابر، فما فيش مشكله هديلها 10، فما فيش مشكله. ربنا يبارك في التانيين والرب اللي احنا عايزينه. انا زعلت والله على الديك اللي مات، بس يلا قدر الله وما شاء فعل، وعشان هو برضو ابن عمتي فانا مش قادره اتكلم وازعل حد مني. الحمد لله انا جيت على قد كده والخساره بسيطه، الحمد لله انها جيت على قد كده والخساره بسيطه. هنفضي بقى الرز ده، نفضلهم في العلافات بتاعتهم، واحاول ادخل شويه للطيور اللي جوه رز مع مع خضره كده، لهم شويه اهوت. الوجبه دي جميله جدا جدا والله العظيم. انا بوفر في العلف على قد ما بقدر، وبحط ليهم من من مخلفات البيت، يعني مش حاجات بايظه، لا انا ما بحطش اكل لو حمضان هرميه في الزباله. الاكل لو حمضان انا هرميه في الزباله، مش هحطه لطيوري نهائي عشان ما اضرش طيوري. انا عايزه اشيل العلفه اللي قدامهم لحد ما يخلصوا العلف اللي هم موقعينه على الارض، لان هم وقعوا علف كتير اصلا، وده غلطتي ان انا لقيت العلفتين وانا ما كنتش عارفه ان هم هيبعزقوا العلف ده كله، كنتش عارفه ان هم هيبعزقوا العلف، وهم بعزقوا علف كتير. فانا هشيله احطه للفراخ الهندي والبراهمه اللي بره الكبار، ما عدتش حاطاهم لهم الوقت خالص، ولا هحط لهم علف لحد ما يخلصوا اللي قدام. شايفين بقى هم اتجمعوا فين؟ على العلف اللي انا حطيته لهم، هم اتجمعوا عليه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. الوصفه اللي انا عاملاها هوريها لكم دلوقتي حالا، بس اعرف بقيه الطيور واوريكم الوصفه اللي انا عاملاها لطيوري، جميله جدا جدا. هي عباره عن 3 مكونات.
الثلاثه احسن من بعض. 3 مكونات احسن من بعض، جمال جدا جدا، رافع مناعه، فيتامين سي، منشط عام للكبد، قاتل للبكتيريا، عشان بس لو حصل اي مشكله يبقى انا لحقت طيوري ما يحصلش فيها مشاكل تانية بسبب الدخانه اللي دخلت عليهم، لان الدخانه طالعه مكتومه ودخانه بتاعت قش ودخلت على الطيور عندي، فلازما ان انا الحق الدنيا واظبط الدنيا عند الطيور. انا هحط دي بقى للفراخ الهندي هينقراها وينضفها الوقت يعني. خدوا يا حلوين نضفوا ده على مجالكم. شايفين الهندي وجماله ما بيخليش، هو منقار ويفحر الارض. المنقار بتاع الفراخ الهندي تفحر الارض، والله الشمس صعبه بقى وعكس على التليفون، مش عارفه مبينين معاكم ولا لا. فانا حطيتهم لهم ينقروا اللي فيها لحد ما اخلص هيكونوا هم نضفوها. بوظت الصينيه اللي انا هاخد عليها رز يا جيزه. كده خلاص بقى يا حبايب قلبي، هننضف بقى السقايه بتاعتنا او الجيركن بتاعهم ونجيب الوصفه اللي موجوده معانا النهارده. معلش لو الفيديو طال عليكم، معلش يعني ايه، انا بحب اخش في المختصر، بس والله العظيم حابه برده ان انا اطلع لكم على كل حاجه موجوده عندي. انا هبدا دلوقتي اجيب الميه واوريكم الوصفه اللي انا عاملاها واوريكم محتويات الوصفه بتاعتنا ايه. جبنا الوصفه بتاعتنا، ده الميه الاول هنفضيها في الجيركن بتاعنا. الوصفه بتاعتنا عباره عن ليمون وشطه حاره جدا، شطه حاره قاتله، يعني الشطه اللي موجوده معانا حاره جدا جدا، وكركم. 3 مكونات، ليمون وكركم وشطه حاره. الوصفه دي جميله جدا جدا. انا مش هعمل الجيكن على الاخر عشان يخلصوه، والكميه اللي موجوده معانا دي بقى هنحطها للطيور اللي موجوده في الاوضه جوه. شطه حاره انا شامه ريحتها صعبه جدا جدا، وكركم وليمون، 3 مكونات مع بعض 10/10. ننضف برضو ده. دي بقى قاتله للبكتيريا زي ما قلت لكم، بتنشط البكتيريا النافعه وبتقتل البكتيريا الضاره في جسم الطيور معاكش. فالوصفه دي ممتازه جدا جدا، حطها للطيور بتاعتك لو فيهم اي مشكله، بتعانوا من اي مشكله هتظبط الدنيا معاهم تماما. فربنا يبارك يا رب. هنشيل بقى الفرخ اللي مده وقدر الله وما شاء فعل. شايفين البط بتاعي بسم الله ما شاء الله بيحلو يوم عن يوم. انا كده هعاقبهم، ما عدتش حاطه لهم اي علف تماما لحد ما يخلصوا اللي هم نكتوه في الارضيه. والغلطه دي غلطتي، لان انا مليت العلفتين اول مره يبعزقوا بالطريقه دي كده، الفراخ نكشت العلف من العلفات. فدي الديك اللي مات معانا اهوت، شايفين وشه اسود على طول ازاي، يعني الدخنه كتمت نفسه سبحان الله. بس الحمد لله انا جت بسيطه على قد واحد، مفيش مشكله. فربنا يبارك في الباقيين، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يعني كانت هتبقى المشكله كبيره لو الموضوع كان طول، لانه لما احنا طلعنا وزعقنا وقلنا له ان المكان اتكتم، حتى الدخنه دخلت البيوت علينا. يعني الدخنه كانت صعبه جدا جدا. المفروض موضوع توليع القش ده يتمنع اصلا، لان بيبهدل الدنيا. دخل البيوت عندنا، الدخنه دخلت البيوت جامد بطريقه صعبه، قفلنا كله وقعدنا في الباب، البيوت متقفله علينا عشان الدخنه لما تخلص. وجيت لقيت الدخنه كاتمه على الطيور بتاعتي. فضلت لما المكان رق خالص وقلت اجي اصور وياكم، فدخلت لقيت ديك ميت اهو. الحمد لله قدر الله مش هفعل، لان الدخانه كانت صعبه والاوضه الشباك مفتوح ومباشر. يعني لو انتوا بصيتوا بره هتلقوا فيه اثر للدخانه لسه في الشارع، في غيامه بره في الشارع اهي. فالحمد لله الحمد لله انا جت على قد كده، وان الموضوع جه بسيط على قد فرخ واحد، مفيش مشكله خالص. فربنا يسترها بقى على الباقيين. بس الدخنه ديت بتكتم على نفس الطيور وبتوجع عينيهم، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل ان الموضوع جه بسيط جدا جدا. فربنا يبارك يا رب الطيور معاكم مفيش فيها اي مشكله. بس الحمد لله ان انا لحقت الموضوع وعملت الوصفه ديت ليهم، والوصفه ديت هتنظف اي مشاكل موجوده عندهم دلوقتي حالا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. هحاول اخرج لها 10 فرخات من الفراخ. طلع ده بره بس كده، 10 فرخات من الفراخ اللي موجوده معانا عشان ما نزعلش حد مننا، لانها يعتبر زبونه دايمه. واخده مني قبل كده فراخ، بس كانت واخده ديوك. المره دي طالبه برابر، يعني المره دي طالبه برابر، فمش عارفه ازعلها. فان شاء الله هنقلها 10 برابر من الكميه اللي موجوده معانا، وبعد كده ما عدتش اطلع منهم اي حاجه عشان اسيبهم للبيض. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك ليا ولكم والأمة محمد أجمعين، اللهم آمين. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو ينال إعجابكم، واستنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.